السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعودنا مش قوي يعني، عشان انا دايما بطلع في اوقات غير كده، بس المرة دي قررت اطلع لكم في وقت مختلف لان انا سافرت ودلوقتي بفطر لوحدي تماما. مفيش حد يفطر معايا، ولا فوفو تعمل لي فطار، ولا ماما تدلعني بالليل وتجيب لي سحور. قاعدة في الغربة لوحدي بصور بقية المسلسل اللي باقي، زوجة واحدة لا تكفي فوزبي. والنهارده بقى بما اني بفطر لوحدي مكتئبه، فماليش نفس قوي بصراحه على الفطار، فحضرت حاجات خفيفه كده يعني، لان برضو الامكانيات في المطبخ هنا مش قد كده. فطار النهارده لان انا لسه راجعه من الشغل من شويه، يا دوب صليت المغرب وجيت عشان احضر الفطار. فالفطار النهارده هيبقى شوربه لسان عصفور، ربع فرخه محمره، شويه محشي صغيرين، ولفه رقاق. عايزه اقول لكم حاجه، زمان ايام ما كنت انا وماما لسه قاعدين لوحدنا يعني قبل ما اتجوز، كنت عامله حاجه في رمضان لطيفه قوي انا وهي. احنا ما كناش بنقدر نفطر خالص على الفطار، يعني ما كناش بنقدر ناكل بالشكل اللي الناس ممكن تبقى طبيعيه بتاكل بيه. فكنا بناكل شوربه لسان عصفور ومعاها بس فراخ محمره، وكنا بنخس جدا يا جماعه والله. وبعد الفطار ده انا فاكره كان ممكن اخد حته بسبوسه، اخد حته كنافه، اخد اي قطايف، اي حاجه، وكانت بتبقى لطيفه جدا 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 في التغذيه. وكان الواحد بيحس انه كل حلويات وكل فراخ وكل كريستي قوي. عاجبكم العبايه؟ لا ده انا هبهركم الفتره اللي جايه. بصوا جايبه كوليكشن عبايات، اوعى اوعى. فكنا بخس جدا انا وماما على الشوربه والفراخ المحمره. لو تقدروا تعملوا كده، لو حد عايز يخس يعني يعمل كده فورا، الموضوع هيبقى لطيف. انا دلوقتي بسخن الاكل لانه الاكل برد جدا الحقيقه. كنت محضراه من بدري، وعقبال ما غيرت هدومي وحضرت الحاجات صليت ايه ده، شكرا انت اللي قمر والله، متشكره قوي، ربنا يخليك. فالنهارده بقى انا بفطر لوحدي، وكالعاده عشان ربنا ما يقطعلناش عاده قررت برضو ان انا اطلع لكم لايف حتى في الوقت الغلط اللي انا بفطر فيه، برغم ان انا بفطر متاخر. ايه ده اوبا، العبايه عامله شغل. بصوا الناس كلها عماله تتكلم على العبايه. يا جماعه والله متشكره، احرجتوني، مش كده حسستوني ان انا شيك. دلوقتي انا سخنت الفراخ، طبق اللي هو اللذيذ ده، مسخنش قوي يعني، بس هو كان سخن اوريدي قبل كده. الشوربه بقى لو ما كانتش بتلسع انا ما باكلهاش. انا بقى الشوربه دي تحديدا كان عندي فيها تركايه كده ماما كانت بتعملها دايما. شوربه لسان عصفور كانت بتتعمل عادي جدا، بنحمر لسان العصفور ونحط المقدار بتاع الشوربه او الميه اللي احنا عايزينه، ومكعب ماجي او whatever انتوا بتحبوا تعملوها ازاي، حبهان بقى وفلفل اسود وملح وكده. ماما بقى كانت بتعمل حته دين حركه في الشوربه دي، كانت تحمر الفراخ اوكي بالسمنه، معلقه سمنه عادي جدا، بعدين تروح واخده الشوربه بتاعت لسان العصفور دلقاها في الطاسه اللي كانت بتحمر فيها الفراخ، فتاخد السمنه المتشبعه بالفتس بتاعت الفراخ بالحاجات بكل حاجه، وتروح قلبها تاني على الشوربه، فبيبقى فيها طعم خطير. ابقوا جربوها. طبعا هي دسمه شويه، بس الناس اللي ما عندهاش انسداد في الشرايين ولا اللي عندها جلطات هيتبسطوا جدا من طعم الشوربه بالطريقه دي. ادعوا لي يا جماعه اخلص المسلسل، عشان انا خلاص القعده هنا قربت تجيب لي جنان. قاعده لوحدي في رمضان صعبه، دي صعبه. انا مش متعوده اصلا ان انا اسيب اهلي واسافر في رمضان ابدا. دايما بنبقى زي ما انتم شايفين كده، كل يوم عندنا لمه، وكل يوم قاعدين بنفطر عند حد، يا اما عند وفاء، يا اما عند داليا، يا اما عندي في البيت. فالقعده لوحدي مش قادره. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. ادعوا لي بقى اخلص المسلسل على خير ان شاء الله، وارجع تاني مصر، عشان بجد رمضان في مصر حاجه تانية، والسر في التفاصيل. مش كده ولا ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. عرفوني انتوا كمان بتفطروا فين عاده في رمضان، واكتبوا لي في الكومنتس بكره عايزيننا نفطر ايه. انا بكره اجازه، فاعتقد ان انا هيبقى عندي وقت اطبخ بقى حاجه نفسي فيها. اقترحوا عليا بقى حاجه تبقى خفيفه ظريفه
تاخدش وقت كتير، عشان الامكانيات برضو ايه يعني زي ما انتوا شايفين. فرن قد كده، الميكرويف اصلا مفيش فرن، بلاش اي حاجه فيها فرن يعني، خلينا بس نستخدم البوتاجاز لو ممكن يعني. متشكره جدا، مستنيه اقتراحاتكم بقى، والنبي ساعدوا اختكم اللي انا هنا قاعده في الغربه تعبانه. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.